لا بس بالله هو ممتاز في الامور ديت، يعني هو بيستخدم جسمه بشكل ممتاز، ولكن في الكوره ديت ما فيهاش اي شيء يعني طبيعيه يعني، فكان قرار صحيح من حكم المباراه. طبعا نذكر بان دفاع المغرب كان حاضر، مع العلم بان كابتن يوسف شيبو كان متوتر ليس قليلا بل كثيرا، ودليل على ذلك بأنه أشار في أكثر من مناسبة بأن الدفاع يحتاج أيضا لأن يتطور على مستوى اللقاءات القادمة، يكون محكم بشكل أكبر، وأيضا عملية إنهاء الهجمات تكون حاضرة بشكل أكبر، لأن المباريات القادمة ستكون حساسة، وربما قد يكون هناك منتخب قوي في مواجهة منتخبي المغرب. بعض الأحيان عليك أن تقتل المباراة، لأن أنهينا المباراة بشكل صعب جدا، خصوصا أن المنتخب الاسكتلندي بدأ في ربع ساعة بدأ يخرج يعني في المرتدات، وأصبح يخلق الفرص، وحنا يعني نخلق الفرص، لكن مشكلتنا ضيعنا العديد من الفرص. بعض الأحيان تحتاج إلى الجماعية يا عبد العزيز، يعني في الكرة ممكن دياز اليوم كان يمرر، كانت عنده فرصة كبيرة أنه يريح أكثر أصدقاء ويريحنا حتى احنا ويريح حتى الجمهور، كانت عنده فرصة أنه يبرر للسيباري. ماذا يقول برأيك وهبي في هذه الصورة؟ يحفز اللاعبين، يشكر اللاعبين، اعتقادي أنه نعم تفضل كابتن يوسف. كما قلت الفوز مهم جدا، اول فوز للسي وهبي اللي في اعتقادي قدم مباراه تكتيكيه مهمه جدا كبيره، خصوصا على مستوى الحواد. وسط الملعب اليوم قدم مباراه كبيره، خصوصا نتكلم على ابو عدي اليوم كذلك، واكثر العناوي اليوم كان مميز جدا في عمليه قطع الكره، في كذلك المساهمه مع المهاجمين ومسانده المهاجمين. الصيباري اليوم كالعاده اليوم كان هداف وكان حاسم. دفاعيا كنا جيدين، خصوصا الرياض اليوم قدم مباراه كبيره، ما شاهدناش يعني فرص يعني حقيقيه بالنسبه للمنتخب الاسكتلندي. ديوب لا زال شويه، ديوب لازم عليه يتحسن اكثر، يعني ديوب ما يعطيكش اطمئنان لانه ارتكب اخطاء كثير. لحسن الحظ ان الرياض كان اليوم ممتاز، مع العناوي اللي كان كذلك عاطي قوه اكثر، هو اللاعب معدي في عمليه افتكاك الكره وعاطين حمايه للمدافعين. على الاطراف كما قلت الحكيم اليوم مشاهدنا بعض الاحيان عليه يكون اكثر ذكاء، لان لقطه في الدقيقه يمكن اخر مباراه يريد دائما الهجوم. احيانا يجب ان تدافع، لانك اول شيء انت مدافع ليس بمهاجم، لازم تكون تلعب ذكاء، لاعب قائد. اظن قدم مباراه جيده كما قلت. الولاحي كذلك كان مميز اليوم، كان افضل بكثير من مباراه ضد البرازيل، لكن علينا ان نتحسن في عمليه انهاء الفرص وعدم ضياع الفرص، مثل فرق اخرى منتخبات اخرى يا عبد العزيز. يجب ان تستغل اقل فرص، لانك اذا ما تريد الذهاب بعيدا عليك تسجيل اهداف. شيء جيد اننا لم نستقبل ولا هدف الحمد لله. الان كما قلت الراحه، استرجاع اللياقه مره اخرى، ونسيان المباراه والتفكير في المباراه المقبله ان شاء الله. اسكتلندا خسرت امام المغرب انتصرت بهدف دون مقابل في هذا اللقاء، في انتظار لقاء الجوله الثانيه ايضا بين البرازيل وهايتي في الساعه 3:30 صباحا بتوقيت مكه المكرمه، بعد اقل من نصف ساعه من الان. نذكر بان المغرب في المركز الاول في صداره المجموعه الثالثه ب4 نقاط، تاتي اسكتلندا بعد انتصار في الجوله الاولى امام هايتي ب3 نقاط. كما نذكر بان البرازيل مع تعادلها في الجوله الاولى امام المغرب اصبحت بنقطه وحيده فقط في انتظار لقائها بعد قليل، وهايتي في المركز الاخير حتى الان ب0 من النقاط. اذهب لفاصل ثم نواصل الحديث اكثر عن انتصار المغرب امام منتخب اسكتلندا. ابقوا معنا. كمنتخب لازم تدافع بشكل كويس بعد طبعا التقدم في بدايه المباراه، ولكن انت بتلعب منتخب عنده بعض العناصر ممكن تصنع الفارق. ماكتومناي، جون ماجين، ادمز، لعيبه قادره انها تصنع الفارق، ولكن منتخب المغرب دفاعيا ميك نو ميستيك، ولا تسديده على ياسين بونو اليوم، 6 تسديدات كلها خارج التارجت. دي معناها ان المنتخب المغرب كان منظم جدا دفاعيا. بكل تاكيد في بعض الاحيان انت محتاج لاعب زي العناوي في وسط الملعب. اتكلم على مباراه البرازيل والسهوله في السيطره على وسط الميدان والوصول على الكره، ولكن اليوم انت بتقابل منتخب شرس، منتخب اجريسيف، منتخب عنده قوه بدنيه كبيره جدا، ولكن العناوي اليوم في كل الكرات كان حاضر سواء كان دفاعيا او هجوميا. فانا اشوف ان بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش في مباراه اليوم. انا اتفق مع كابتن يوسف في بعض الاحيان لما بيجي لك فرص لازم تستغلها بشكل كويس، لما يجي لك فرص لازم تنهي المباراه، لان في المباريات القادمه امام منتخبات كبيره هتكون في لعيبه تريد انصاف فرص التسجيل بالضبط. فانا اشوف اليوم في بعض الاحيان ابراهيم دياز تماما اتفق مع كابتن يوسف في كوره
سهل جدا، باص واحد كان ممكن سيباري انفراد على المرمى وخلاص تنهي المباراه. هناك نوع من الانانيه في عمليه التمرير. هو طبعا المهاجمين، ومعانا واحد من افضل المهاجمين في العالم في وقته، بيعرف ان في بعض الاحيان المهاجمين بيبقوا انانيين، ولكن في بعض الاحيان لازم زميلك في موقف افضل منك فلازم تمرر له. سيباري كان في مكان ممتاز، كان ممكن دياز بباص واحد كان ممكن ينهي المباراه. ولكن اجمالا بالنسبه لمنتخب المغرب انا اشوف ان هي مباراه جيده جدا، ايجابيه في كل شيء ما عدا فقط استغلال الفرص. فانا اشوف بعد المباراه بيتكلم على المدرب محمد وهبي، انا اشوف ان هو كان بيتكلم على اللعيبه في حته الناحيه الدفاعيه كانوا كويسين جدا، في حاله ان منتخب اسكتلندا كان بيهاجم دفعوا بشكل ممتاز وقدروا ان هم يحافظوا على شباكهم نظيفه. عبد العزيز في البطولات الكبيره مهم جدا انك تحافظ على شباكك نظيف، وانا اشوف اليوم منتخب المغرب كان جيد جدا دفاعيا وقدر يستغل العناصر اللي تقدر تخلص المباراه زي سيباري في بدايه المباراه، واشوف ان المباراه تعطيه ثقه. اكيد المباراه القادمه امام هايتي هتبقى اسهل مباراه اسهل مباراه البرازيل واسهل مباراه اسكتلندا، فقادرين على تخطي هايتي في المباراه القادمه. استمعنا لافضل لاعب في هذا اللقاء اسماعيل الصيبري الذي كان حاضر باهدافه او هدفين في مرمى البرازيل هدف، وفي مرمى اسكتلندا في الجوله الثانيه هدف اخر. هذا اللاعب وانت مهاجم لعبت في مستويات عاليه جدا، الان ياتي عرض مميز لاسماعيل صيبري من بايرن ميونخ، ودليل على ذلك تألق ايضا اسماعيل لانه فعلا يستحق اللعب مع نادي كبير. سجل هدفين في مرمى البرازيل والان امام اسكتلندا. من دون شك، ودخل في هذين المباراتين في كأس العالم بطريقة وأظهر أنه يستحق اللعب في نادي مثل بايرن ميونخ. لديه جودة، لديه مهارات، وبدنيا جيد وتسديدات قوية، ويطلب الكرة بشكل جيد في المساحات. والهدف الذي سجله اليوم فهو على حدود التسلل، وبعد ذلك روض الكرة بشكل رائع، وضع الكرة مروضة أمامه وطريقة نظر هل هناك زميل له في المنطقة أم لا، فسدد وبقوة هدفا رائع جدا. صراحة هذا اللاعب أراه سينضج وسيتطور أكثر، واللاعب في البايرن هذا يعني لما تريدك البايرن فهذا يعني أنك في المستوى ولا يخطئون أبدا، وأتمنى له أن يستمر هكذا في هذه البطولة. فالمغرب قدم مباراة جيدة قوية خصوصا على مستوى الدفاع، ولكن أيضا على مستوى الهجوم علينا أن نقول أن المغرب كان عليه ويجب عليه في هذه المراحل عليه أن يسجل أهدافا أكثر، وعليه أن يكون قاتلا في إنهاء الهجمات، لأن الحقيقة أن المغرب يخلق الكثير من الفرص للتسجيل ضد البرازيل واليوم أيضا ضد اسكتلندا، وأتمنى أن ينجح في تحسين إنهاء الهجمات في المباريات القادمة، لكنهم فريق قوي جدا. اللعب ضد المغرب اليوم صعب جدا، كل اللاعبين لما يخسرون الكرة يركضون بسرعة لاستعادتها، لاعبون شباب بجودة عالية جدا، ترى الرغبة والأجواء داخل هذه المجموعة من اللاعبين والأجواء إيجابية، المجموعة متلاحمة يعيشون معا، وهذا شيء جيد جدا بالنسبة لمسابقة كأس العالم. ماجين، أنت قريب من ماجين كابتن أحمد،